مساعد كان عنده كثير أحلام حاب يحققها. أولها كان تحقيق بطولة العالم للعبة فيفا وجابها. ثانيها كان إنه يقابل سمو ولي العهد وقابله. الثالث كان حلم خاص وهو إنه يقابل الأسطورة رونالدو، وكان المفروض يقابله بعد ما حقق بطولة العالم لفيفا، بس رونالدو ما حضر. ليتأجل الحلم لظروف أحسن، وبدل ما يكون بطل فيفا بس، مساعد بحقق لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية للمرة الثانية. وسفير كأس العالم هالمرة بيكون الأسطورة والأفضل في التاريخ رونالدو، اللي بيسلمه الكأس بنفسه. بحقق حلمه مو بس من مقابلته، وكمان بتتويجه من الدون نفسه. مساعد لسه بعمر 25 وما شاء الله حقق الكثير من الإنجازات الكبيرة اللي راح تتخلد في التاريخ. أحلامه كلها تعب واشتغل على نفسه لحد ما حققها، ليوضح إنه الحلم مو مجرد حلم وممكن يصير حقيقة. انتهت البطولة الأعظم في تاريخ الرياضة الإلكترونية بتتويج فالكونز للمرة الثانية باللقب بعد صراع عنيف جدا مع ليكويد وفيتاليتي. الفرق كلها قدمت كل اللي عندها، بس بالنهاية الصقور حلقت فوق الجميع.